كشف الفنان الشحات مبروك حقيقة غرور النجم أحمد العوضي بعد خوض البطولة المطلقة لأكثر من مرة، موضحا أنه بطل كمال الأجسام المصري وأفضل لاعب في القرن بالعالم، وحصل على لقب بطل العالم 11 مرة، وكان دايما ما يسمع تلك الكلمات وكان يثبت عكس ذلك للجمهور. وتابع الفنان الشحات مبروك حديث خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية نائل طايل قائلا إنه لاعب رياضي كمال الأجسام ليس من أجل الشهرة ولكن من أجل أن يحبوه الآخرون من الجمهور، ولم يتحدث عن نفسه سواء بعد أن اعتزل نهائيا عن التمثيل، قائلا عاوز أقول لأحمد العوضي الناس كلها بتحبك وكل ما يحبوك برضه هتلاقي ناس بتقولك كده علشان عاوزين يكلموك أو يقابلوك ويسلموا عليك. اللي بيقولوا كده عليك متخيلين إنك هتكلمه وتواصل معاهم في الاتصالات معاهم. وأشار الشحات مبروك إلى أنه عندما وقع على دوره بمسلسل علي كلاي تلقى اتصال هاتفي من مدير الإنتاج فطلب منه أن يذهب للمخرج العمل محمد عبد السلام في مكتبه لكي يتنافس معه في تفاصيل الشخصية، وبعد ذلك تلقى اتصال هاتفي من نجم أحمد العوضي وطلب منه أن يتذكر مكالمته لأنه يستحق نجاح كبير بعد الحلقة ال15 من المسلسل. وأوضح الشحات مبروك حديثه قائلا فرحت جدا بردود الأفعال الجمهور على الدور ومبسوط جدا أنه يشارك مع النجم أحمد العوضي ابن البلد المحترم في أسلوبه وأخلاقه.